وصفتنا لليوم هي وصفة سلطة الشمندر بالعدس. المكونات، طب خلينا نحكي لكم مكوناتها. اول شي طبعا عنا عدس مسلوق مش مهلوط، لانه سلطة ما بدنا اياها تكون مهلوطة مثل المجدرة مثلا. الشمندر هاي نحنا برشناه، ما بدي احط لكم صورته كيفية. عنا بقدونس مفروم، وعنا بصل مفروم، هاي البصل، وعندنا البهارات ملح، فلفل حلو، قرفة، وعندنا النعناع يابس، وكان طبعا عندنا حامض ليمون وزيت زيتون. والمكون الأخير اللي بيعطي إضافة اللي هو الكينوا. الكينوا طبعا ما بتكون هيك، نحنا في فيديو عملنا فيه سلطة الكينوا. الكينوا بنقليها بزيت زيتون نتفة، ما نحط، بعدين رشة مي صغيرة، بعدين بنحط عليهم مي مغلية شوي يدوب، غمتهم ومغطيهم منيح ما يفتلن هوا بالمرة، ما يطلع منهم هوا، قصدي نضغطوا على المظبوط شي ربع ساعة، وبنطفي تحتهم، بنخلي مطفى تحتهم، هيك بيطلع شكلها. انا بعمل كمية وبسيب برضه بفرزهم، بصير باخد قديش بدي. نحن بدنا هاي الكمية تمام. هلا نرجع نقول عدس مسلوق، شمندر مبروش، بقدونس، بصل مفروم، حامض ليمون، بهار حلو، قرفة، نعناع يابس، وزيت زيتون. حنبلش هلا نطبق المكونات على بعضهم. رح ننزل الشمندر، نحنا بدنا نستفيد اكبر قدر ممكن بالشمندر، هيك بنحاول نلاقي وصفات اكتر بالشمندر نستعملها، خاصة اللي مثلي ما بيحبوا طعمة الشمندر. انا ما بحب طعمة الشمندر، لهيك بدور على بدائل. طيب هلا بنكفي، بنحط الكينوا المقلاية شبه مطبوخة تمام، ما بدنا اياها تهرط الكينوا لما نطبخها، لهيك يدوب بس ربع ساعة، وبعدين بنطفيها بنخليه مطفى عليها. بقدونس، ناخد كمية بقدونس منيحة. البقدونس طعم الإضافة بتغير بنكهة الشمندر. احنا عم نغطي على نكهة الشمندر، بس المفرومة حطيناها. هاي البساينة الصغيرة عندي، بساينة صغيرة ضلت تنور لما يكون باب مسكر. وهي الحامض الليمون، هلا بشوف حامضهم بدهم بعد بنحط هيك كتير. هاي لما يكون كل شي جاهز سريع على السريع تجهز السلطة. يعني مجرد ما برشنا الشمندر غسلناه منيح وبرشناه، وبعدين فرمنا البصلة وفرمنا البقدونس، سلقنا العدس، وصارت هيك المكونات كلها جاهزة. والكينوا قلت لكم كيف تبقى جاهزة كمان عندي انا. وهيك نحنا بس بنطبق الاشياء على بعضها وبيصير، شايفين كيف اللون، شايفين كيف اللون كمان بيصير ما احلى. هلا بقى نحركهم منيح، خليكم اليوم خليني احركهم منيح. طبعا انا هلا دقت الملحاتهم والحامض على صحن البهارات، كان في ملح ونسيت لكم انه في ملح، بدهم بعد ملح. لقيت انا ملحاتهم بعد مش كتير منيح. هاي جبت المملحة، هاي دقت ملحاتهم، زدت لهم ملح وزيت زيتون. كان بدي، انا عندي مشكلة بالقياسات الملح وزيت الزيتون بالملح بالذات، لأن ما بحب الملح كتير. بس اهم شي الحامض لازم يكون طعمة الحامض زاهرة، فانا زدت لهم كمان حامض. خليني احط صحن نشوف كيف ما احلى منظرهم، طعمتهم كتير طيبة. هاي الصحن صار جاهز، ليكم احلى منظرها، الطعمة كتير طيبة. نحن هون بهذا الصحن غطينا على طعمة الشمندر، بطلت واضحة للي مثلي انا ما بحبه مثل ما بقولكم. وهيك بنكون بننبسط بالسلطة، بطعمتها طيبة، غير انه طعمتها طيبة كمان مليانة فيتامينات. العدس فيه بروتين وفيتامينات تانية كتير، وشمندر عشان كمان عنا الدم اثنيناتهم. يعني انا مش حافظة كتير في فيتامينات فيهم، حتلاقوها كتير حتستفيدوا منها، صحية، ولونها كتير حلو. ليكم احلى لون، واو. طعمة انتم حتستغربوا انه اللي ما بيحبوا شمندر حيكيفوا عليها، واللي بيحبوا شمندر بطبيعة الحال بتكون وصفة مختلفة. جربوها وان شاء الله بتعجبكم وبتغني سفرتكم، وريتو الف صحة وهنا.